السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قصة جديدة في نهاية الأسبوع. قصة ديال اليوم قصة ديال واحد البنت ساكنة في البادية من أسرة فقيرة. كان الأمل ديال والديها وديال الإخوان والأخوات ديالها أنها تكمل القراية ديالها، تاخد واحد شهادة عليا وتخدم شي خدمة مزيانة بواحد الصالير مزيان. أول حاجة أنها تعتق راسها وكما كنقولوا به الدارجة وتصوفي والديها والإخوان ديالها. بالفعل هاد البنية كانت كتقرا مزيان بحكم أنها ساكنة في البادية. قرات ابتدائي والإعدادي، كانت من الناس اللي كيقراو مزيان وكتحصل على نقاط عالية. بالفعل قرات الثانوي واحد الفيلاج قريب فين المقر السكنة ديالها. خدات باك بواحد النقطة مزيانة، أنها دفعات واحد المعاهد العليا، كدوز كونكور هنا كيتقبل هنا ما كتقبلش، وفي الأخير قبلها واحد معهد عالي. وبالفعل التحقت بالمعهد بحكم أن هذاك المعهد ما فيهش داخلية، اضطرات أنها تقلب على الكرة. وبالحكم أنها من أسرة فقيرة ما قدرش أنها تكري واحد أبارتمون ولا واحد البيت بوحدها، التجأت واحد بنية كتقرا معاها في القسم، قلت لها نكري أنا وياك. كراو أبارتمون. الأسبوع الأول من المعهد للدار، الدار المعهد. الأسبوع الثاني وهاد البنية سبحان الله العظيم كانت كما كنقولوا حنا دايره الفولار، كتصلي وكتصوم اثنين وخميس. ولكن ديك السيدة اللي كانت ساكنة معها لاحظت فيها أنها ما كتصليش ولا ما كتداومش على الصلاة ديالها، كتسهر الليل، الصباح كتمشي المعهد، تقدر تمشي تقدر ما تمشيش. واحد النهار في نهاية الأسبوع قالت لها فلانة شنو بان لك اننا نمشيو نجلسوا القهوه، واحد السيد راه غنتلاقى انا وياه وهذا. قالت لها لا ما يمكنش لي، علاش غنمشيو وهذا. قالت لها حنا غنمشيو نجلسوها في قهوه. بقات كتقنعها. بالفعل مشاو جلسوا في القهوه، جلسوا بجوج وجا السيد الثالث، شربوا قهوه بسلامه بسلامه مشاو. بقات ديما كل نهايه الاسبوع كتقول لها نمشيو نتقهووا مع واحد السيد. وكل نهايه الاسبوع وكل مره كيجي شخص مختلف على الشخص الاول، ماشي نفس الشخص، قهوه عاديه. دازت الايام، واحد النهار قلت لها راه اليوم راه غادي نبات عند واحد السيد، راه ما غنجيش. علاش ومالكي وهذا؟ قلت لها شوفي راه بغيت نتفوله ندي فوله شويه وهذا. بالفعل ما باتتش في الدار، داز تقريبا واحد 14 يوم ما باتتش عاوتاني في الدار. ولات مواظبه انها كتبات في الدار مره وما كتباتش في الدار، مره كتبات ومره ما كتباتش. واحد النهار بقات كتزنزن عليها، قنعتها انها غنمشيو نباتو عند واحد السيد. قالت لي لا ما يمكنش ليا وهادي وهادي. قلت لها شوفي ما غديري والو، غنمشيو غنجلسوا معاهم غناكلوا وغنتعشاو وهادو عادي، ما غيقرب لك حتى شي واحد. بقات عليها دد. بالفعل قنعتها، مشاو بجوج دخلوا واحد ابارتمون، كاين الشخص الثالث، جلسوا بجوج ضحكوا النشاط الموسيقى وهادي، والسيده المحتجبه انها جالسه ما كدير والو. باتوا في الليل، الغد في الصباح عطا كل واحد عطاه 500 درهم. وللمعلومه ان هذيك السيده بنت الباديه انها ما دارت والو، مشات جلست معاهم عطاتها 500 درهم. قالت لها انت شوفي انت بقيتي جالسه وخديتي 500 درهم. دازت الايام، بدات لها في مره كتبات، مره كتعطيها 500 200 او حتى الفلوس كامله سهله. واحد النهار
ما غيتنساش في الحياه ديالها انها قالت لها غنمشيو نباتو عند واحد السيد راه ما غيدير لك والو. بالفعل مشاو، جاو جوج، مشات دخلوا الابارتمون لقاو جوج الناس. من تما داروا ليها واحد المخدر في عصير، شرباتو، فاقت الصباح لقات راسها انها فقدات العذريه ديالها. شنو غادي ندير؟ فين غادي نمشي؟ وامال ديال الاسره ديالنا انني نقرا ونخدمو هذا، شنو غادي ندير؟ هضرت مع السيد قال لها ما كنعرفكش، ما كتعرفيني، ما عمرني شفتك. دازت الايام تلقات راسها خارجه طريق كل نهار مع واحد بانت فيها كما كنقولوا حنا بانت عليها الفلوس، عتقات عائلتها من الحرام، خرجت على المستقبل ديالها، خرجت على القرايه ديالها. هو كانت كاذبه على راسها انني غادي نعتق العائله ديالي، ولكن منين؟ من فلوس الحرام. دازت الايام، واحد النهار المفاجاه الكبرى واكثر من المفاجاه الاولى اللي فقدات فيها البكره ديالها، اكتشفت انها حامل من الزنا. شنو غادي ندير؟ واش ندير اجهاض نحيد الولد؟ واش نخليه؟ بقات كتقلم من هنا من هنا انها تحيد داك الجنين، حتى واحد حتى طبيب ما قدر يزعم انه يدير لها عمليه اجهاض. تلقات راسها عندها وليد. سبحان الله، من البنيه اللي ما عارفه والو في الحياه، اللي ساكنه في الباديه وكان الامل ديالها انها تعتق عائلتها وتعتق خوتها ووالديها وتعتق راسها، لقات راسها انها فقدات العذريه ديالها وحامل، وفي نهايه المطاف انها عندها وليد من الحرام. طريق دي وطريق تجيب، كل نهار في اللبسه، كل نهار في طوموبيل راكبه فيها، كل نهار في ابارتمون، المعهد جرى عليها. داز الايام وداز الشهور، واحد النهار لقات راسها انها ما كتاكلش مزيان، الشعر ديالها طيح، عينيها داخلين، الوجه ديالها مغير اللون ديالو. مشات دير التحاليل، تلقات راسها حامله لفيروس السيدا. سبحان الله العلي العظيم. شنو غادي ندير؟ شنو غادي نعمل؟ فين غادي نمشي؟ دازت الايام، اكتشف والديها انها خارجه الطريق. واحد النهار حتى جا عندها، بغى يضربها ما لقاهاش، لقاها بنت صاحبتها، قال لها فين فلانه خارجه، قال لها اليوم والله تنقتلها. ديك البنت عيطت لصاحبتها قالت لها راه باك راه جا سول عليك، راه ناوي انه يقتلك، راه ساق الخبار. داز تقريبا 3 ايام، البورطابل ديالها مطفي، سيمانه البورطابل ديالها مطفي. تكتشفت الشرطه ان كاينه واحد جثه مجهوله الاسم كانت انتحرت في واحد الواد. جبدوا لاكارت ناسيونال ديالها، عيطوا لوالديها باش انه يتعرف على الجثه، وبالفعل لقاها بنته. سبحان الله العلي العظيم. من بنيه باغا تقرا تلقات راسها منتحره. خوت ردوا البال، اخوات ردوا البال من رفقه السوء، حاولوا اختاروا الاصدقاء ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بغيت هاد القصه تكون عبره للاخوان والاخوات. ردوا البال، ردوا البال من اصدقاء السوء ومن رفيقات السوء. ردوا البال الاخوان. بغيت هاد القصه تكون عبره.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الناس اللي بقاو معنا حتى لدابا ما تنساوش الاشتراك في القناة، والسلام عليكم.